ابن أختي ما كنتش أتخيل إنه كده أبداً، ولا كنت أتخيل ممكن يعمل ده عليا غفلة وفي المواصلات. أنا عارفة إنكم مش فاهمين حاجة، بس اللي هحكيه ده حصل فعلاً. أنا اسمي خلود وعندي 28 سنة، بنت لسه ما اتجوزتش. وعامة أنا من الناس اللي بتحب تتحرك كتير وتتفسح وتخرج، لأن شغلي أغلب الوقت بيقعدني في المكتب، مش بشوف حد ولا بكلم حد. أنا والورق واللابتوب بتاعي والأربع حيطان حرفياً يعني. فما بصدق إني أنطلق بقى. انتوا مش متخيلين لما بتيجي فرصة أنزل ببقى عاملة إزاي. وطبعا في الشغل بلبس وبهتم بنفسي وكل ده، بس أنا قرد أقطع قاعدة وحدي في المكتب، فإحساس إني متشافة ده مش موجود أصلا. حاجة مرار طافح حرفيا يعني. ونسيت أقول لكم إني ما عنديش وقت أصلا أفتح الفيسبوك وأشوف الحاجات اللي بتتنشر عليه وكده. أنا آخري يا دوبك في التكنولوجيا، بنزل صوري ببوز البطة على الإنستجرام وابعت رسائل على الواتساب، وكل حين ومين أشوف مين بعتلي طلبات صداقة على الفيسبوك. لكن غير كده ماليش في أي حاجة تاني خالص. بس التيك توك حسابي خاص، بحب أعمل رياكت على الأغاني وارقص وبتاع، بس مش بشير حاجة من الفيديوهات دي أصلا. ومش بشوف حد، أنا متابعة نفسي وبس. نسيت أقول لكم إني طول عمري في مدرسة بنات. كنا هادين شوية، لينا طبعا هزارنا ومشاكلنا، بس أهدى من الجيل اللي طالع خالص. أنا بقول من الجيل اللي طالع لأني مواليد 1998، يعني آخر التسعينات. وعلى فكرة مواليد من 96 لحد 99 أكتر ناس اتظلمت بجد، لأننا مش جيل التسعينات، ملحقناش اللي بيتكلموا عنه قوي. وكمان إحنا مش الألفينات خالص، إحنا ملناش توصيف. والجميل إنه بتوع التسعينات يسمعوا إني 98 يقول لك لأ أنتوا مش تبعنا، وبتوع الألفينات لو سمعوا يقولوا لأ أنتوا مش تبعنا. معاناة. خدتكوا بعيد عن الحكاية، معلش بقى سامحوني لأني رغاية شوية، بس ما خدتكوا مش بعيد قوي، لأن اللي حصل هو ليه علاقة بفرق الأجيال ده. أكمل لكم وهتفهموا. أنا ليا أختي أكبر مني ب 18 سنة. أيوة، حصل. أختي الكبيرة أكبر مني ب 18 سنة. ما تستغربوش، إحنا 14 أخ وأخت، علشان بس التليقة. أمي كانت كل تقريبا سنتين بتخلف، وأمي مش أرنبة، ده عادي في الصعيد. وأصلا هي اتجوزت صغيرة جدا يا عيني، كانت تقريبا 16 سنة، وفضلت تخلف تقريبا لحد سن 38 سنة آخر واحدة جابتها. وكان في توأم وأطفال ماتت، قصة يعني. فما تستغربوش من فرق السن بيني وبين أختي. وأكمل لكم. أختي عندها دلوقتي 46 سنة، وربنا كرمها ب3 أولاد. الكبير فيهم اللي هو ميدو بطل القصة عنده 16 سنة. طبعا انتوا متخيلين اني بقول على شاب حرفيا، جسم وشكل وكل حاجة. ده ابن أختي. الموضوع صعب جدا، وفي البيت القصة دي رهيبة بجد. اللي عندها مخلوق بالحجم ده هتفهم معاناتها. أختي زهرة هي ساكنة في الدور اللي فوقي على طول. أنا خدت شقة تحتها في نفس العمارة علشان ما كنش وحدي وكده. المهم، فميدو بيه عندي أغلب الوقت، ولما بخرج هو بيكون عايز ينزل معايا أو كده. تقريبا من بداية السنة دي وأنا شايفة الولد متغير شوية، مش هو اللي كنت بلعب في خدوده من كام شهر. حاسة إن في اختلاف فيه، وبقى بيعمل حركات تطهق وضرب، وكله تحت اسم أنا بهزر. وأحيانا يشيلني وزعق. أنا كلي 55 كيلو يعني، فهو بيروح جيم وكده، فممكن نلاقيه يشيلني عادي جدا. بس كنت بسكت علشان أختي ما تزعلش. وميدو بالنسبة لي حاجة مهمة وأساسية في حياتي بجد. وصحابي كانوا بيموتوا فيه، بس برضو حسوا بتغيير شوية، وابتدوا ياخدوا بالهم من تصرفاتهم قوي معاه، وابتدوا يخلوا بالهم من الكلام قدامه. وفي يوم كنت وعدته إنه هينزل معايا، وهنكون وحدنا طول اليوم ونتفسح سوا. وده لأنه كان بيزن عايز كده. أنا على فكرة عندي عربيتي، بس اليوم ده هو كان مصر إنه مش هياخد عربيتي وهنتفسح مواصلات. أنا معرفش، ما كنتش حاسة بالراحة. يمكن لأن فكرة أساساً إني هركب مواصلات في عز الظهر في الصيف أرهقتني لوحدها، مش عارفة. بس علشانه قلت ماشي. وحرفياً ركبنا الأتوبيس، كان زحمة جداً، وكنا لازقين في بعض وهو واقف ورايا، والجو حر جداً ومعجنة، وهو لازق فيا قوي. نزلنا، أنا ما كنتش طايقة نفسي. فضل يلح عليا وهو مبسوط قوي بالتجربة، وكان فرحان وبيضحك، وأنا مش فاهمة إيه السبب بالظبط، إيه الممتع في الموضوع. طلب إننا نركب تاني أتوبيس، وأنا مش فاهمة حاجة، بس فعلا رضيت بالأمر الواقع قدام زنه،
وركبنا الأتوبيس مرة تاني، وكان زحمة شديدة جدا، وابتديت أحس بحرطة ورايا. طبعا الزحمة مخلياني مش طايقة نفسي ومش عارفة أتكلم، وحاسة بميدو بيتحرك في ظهري، ولأننا لازقين في بعض فأنا حاسة بيه قوي. قلت له أنت بتعمل إيه؟ بس بصوت واطي علشان محدش ياخد باله. ما ردش عليا، بس الحركة خفت شوية، وأنا متوترة ومتلخبطة ومش فاهمة فيه إيه، بس حاسة إن فيه مصيبة. وفجأة قرب مني قوي وقال لي بصوت واطي: خالته يلا بينا ننزل بسرعة. قلت له نغور فين؟ لسه ما وصلناش. قال لي أنا نشلت محفظة 3 ولو منزلناش هناكل ضرب. أنا مش مستوعبة وبحاول أستوعب. هو فعلا كان في حركة غريبة. قلت له وأنا بحاول أتدارك الموضوع: أنت بجد ولا أنت بتهزر؟ قال لي صدقيني أنا عملت كده يلا بدل ما ياخدوا بالهم ويموتونا. أنا من الرعب ابتديت أترعش ومش عارفة أعمل إيه، وده ابتدى يشد فيا وأنا مش عارفة إيه الصح، ودماغي وقفت. إحنا في وسط مليون واحد، لو قلت المحفظة دي بتاعت مين محدش هيستناني يستوعب حتى، كله هيطلع غضبه فيا وهاكل علقة ما كلهاش حمار في مطلع. وميدو بيه قال للسواق هننزل على جنب وجري، وقبلها قال لي يا خالته المحفظة حطيتها في شنطتك؟ أنا قلبي وقع في رجلي، واضطريت أجري وسط الناس مكانه ونطر من الأتوبيس، والبي واقف ماسك الموبايل وبيصور، وأنا مش مستوعبة هو فيه إيه، وهو بيضحك وبيقول لي إنه طالع لايف حالياً وبيصور مقلب عمله فيا وإحنا في المواصلات. مش عايزة أقول لكم رد فعلي كان إيه لما اتأكدت إنه مقلب. أنا ابن أختي عبيط، أو مش عبيط، هو جسمه بالغ فعلاً لكن دماغه عصافيري، وبيتحط قدامه أفكار وهو عايز يجرب. يعني لما سألته فكرة الهباب ده جت منين، قال لي من السوشيال ميديا. المشكلة إنه مش هيستوعب خطورة اللي ممكن كان يحصل لي. وعلى فكرة أنا لما كلمت أختي قلت لها جملة واحدة: المشكلة مش في النت، المشكلة إنك سايبة النت لابنك ومش معلماه يعرف يعني إيه مسؤولية، ويعرف يعني إيه تصرفاته ليها نتائج. وعلى فكرة القصة دي ما كانتش في الحقيقة عن ابن أختي، أنا كتبتها عن جوزي. اللي بيتعرض على النت بيبين لك بس جزء واحد من المشهد، لكن مش بيوريك نتائج بعد المشهد ده بشوية، مش بيوريك إذا كان في حد اتصاب أو تعب. هو بيقصقص المشاهد علشان يظهر لك بس اللي انت فاكره إنه الحقيقة كاملة. بس الحقيقة يا سيدي لازم يكون فيها مسؤولية، والحب فيه مسؤولية، ما هو مش في الحلو بس لكن كمان شراكة في الوحش. نسيت أقول لكم، أنا مش سميش خلود، أنا اسمي أميمة وعندي 37 سنة، وحكايتي ما ينفعش كنت أحكيها بشكل مباشر علشان عيب قوي إني أطلع سر إنسان عشت معاه في بيت واحد وتحت سقف واحد ونمت معاه على سرير واحد، حتى ولو في غضب بينا. ويمكن أكون غلطانة إني بوصل له رسالة بالطريقة دي، بس النسخة اللي بعتها له شلت منها إني كاتباها عن جوزي وقلت إني كاتباها للشباب. يا ترى هيفهم ويقدر إني بعامله بمسؤولية، وإني من حقي يتعامل معايا وهو بيعاملني بمسؤولية أنا كمان؟ مش عارفة. لو عندكم رد عليا ياريت تقولوه في الكومنتات، وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة تعملوا لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناة مستنياكم تعملوا اشتراك.